السلام عليكم. رد البال الا غتشري دابا ارض ولا بقعه ولا بارتما ولا دار ولا اي عقار، راه كاين قانون جديد وخصك تعرفو. راه ما غتهضرش انك تمشي تقول لهم انا ما كنتش عارف هذا القانون. راه تقدر تشري هاد الارض ولا البقعه ولا الدار ولا بارتما ويجيو يقلعوها لك، يقول لك هاد الوراق باش تشري فيها ما دايزينش. اسمع اسيدي، الا واحد السيد وهادشي راه وقع عنده ارض ولا دار ولا بقعه كيما بغا يكون هاد العقار، ومشى واحد من مافيا العقار بغى يتكالو على ديك الارض، شنو غيدير؟ غيجيب وكاله باسم داك السيد المالك الحقيقي لداك العقار، كما قلنا دار ولا بارتمان ولا بقعه ولا ارض، غيدير انه وكلو دار له وكاله باش يبيع بلاصتو هذاك العقار. وديك الوكاله بطبيعه الحال مزوره، هذا السيد راه برا على اساس راه عنده دارو ولا ارضو ولا شي حاجه، ولا راه في مدينه اخرى، ولا يكون في نفس المدينه كاع على اساس راه عنده واحد البقعه ولا واحد الارض راه حط فيها فلوسو عنده في ملكيته ومسجله في المحافظه. اذا غيجي هذا النصاب هاد ما فيه العقار غيزور وكاله بسميت فلان اللي هو مول داك العقار انه وكلوه هو مثلا يبيع ديك الارض. غيدي ديك الوكاله غيبيع بها، انا ها هو وكلني السيد مول هاد الارض انني نبيع هاد الارض وغنبيعها لفلان. هذاك فلان ما عرفش ان هذاك السيد نصاب، هذاك عنده حسن نيه، عجباتو ديك الارض ولا ديك البقعه وبغى يشريها. كاين الطرف الاول اللي هو مول الارض ولا مول العقار الحقيقي ما سايقش اخبار حتى شي حاجه، كاين الطرف الثاني اللي هو داك النصاب داك ما فيه العقار اللي زور الوكاله بسميت الطرف الاول، كاين الطرف الثالث اللي غيشري بحسن نيه غيعطي فلوسه هو على اساس هذاك السيد عنده وكاله حقيقيه. مشاو تكاتبوا وحلوا نيكم مزيان، هادشي راه غيعتقكم انه يتنصب عليكم. مشاو تكاتبوا سيدي عند النوطير ولا عدول ولا عند محامي، عقد البيع. هذاك السيد شد داك العقد البيع ديالو، داك الطرف الثالث اللي عن حسن النيه عطى فلوسو لداك خيي اللي عنده وكاله مزوره، داهم صرتهم في كرشو ديال واحد الارض ولا واحد العقار ماشي ديالو، باعو بوكاله مزوره. وداك السيد الطرف الثالث اللي بحسن النيه مشى سجل ولا قيد هذاك التيتر في المحافظه بسميتو. هنا جوج حالات، فردوا البال مزيان. في القانون راه ما غيحميكش القانون انك تقول ما كنتش عارف، ما فراسيش، ما قال لي حتى واحد. هنا كاين جوج حالات، الا مازال ما دازش 4 سنين على هذا العقد ديال البيع ولا التسجيل ولا التقييد في المحافظه ديال هذا التيتر ديال هذه الارض ولا الدار ولا اللي كان، وجا هذا السيد اللي من برا مثلا ولا هذا الوارث ولا هذا الورثه ولا هذا مول الدار ولا مول هذا العقار وبغى يبيع مثلا ولا بغى غيجبد الملكيه ديالو يشوف فين وصلات. ردوا البال هذه المساله مزيان ديال يجبد الملكيه ديالو يشوف فين وصلات ولقاها ما بقاتش بسميتو، انتقلات الملكيه ديال ديك الدار ولا داك العقار ديالو لواحد اخر. غيمشي يجري للمحافظه يقول له ماشي هذا الغلط، راه شي غلط واقع، هاد الارض ديالي انا ما عمري بعتها وسجلتوها بواحد اخر، كيفاش هادشي؟ المحافظه غتقول له الوراق اللي عندي ها هما رسميين، عقد ديال البيع دار عن النوطير عن طريق الوكاله الفلان فلانيه اللي درتي لفلان وباع هاد الارض ولا هاد البارتما ولا هاد الدار لفلان اللي هو مسجلها دابا في المحافظه وخلص الواجبات ديالو وكلشي. في هاد الحاله المحافظه كتهز يديها، لان قانون التحفيظ العقاري تيقول لك ما يمكنش انت تجي تعترض على واحد التقييد في المحافظه العقاريه ديال واحد التيتر، تسجيل ولا التغيير ديال الملكيه ديال واحد التيتر ضد شي واحد سجل هاد التيتر بحسن نيه. شريت اخويا انا ما عرفتش انا داكشي مزور ولا ما مزورش، ما شغليش، انا شريت وعطيت فلوسي بحسن نيه وشريت هاد العقار هذا وجيت سجلته. في هاد الحاله هاد مول الملك اللي تنصب عليه ودات وكاله مزوره بسميتو شنو غيدير؟ واش غيسمح في رزقو؟ غيسمح في ديك الدار تساوي 30 مليون ولا 40 ولا 60؟ يسمح في ديك الارض اللي يمكن تساوي مئات الملايين؟ لا، غيمشي يقلب على حقه امام القضاء في المحكمه. هنا غتجي الامور الموعصه اللي فيها تغيير دابا في القانون، وتبعوا مزيان الله يرضي عليكم باش تحمي راسك. انا كنعطيك واحد الدرع، كنعطيك واحد الحاجه اللي تحمي بها راسك. القانون اسيدي عاوتاني ديال الحقوق العينيه في الماده 2 ديالو تيقول لك شوف، واخا انت تبتي كاع التزوير، كاين التزوير، هذيك الوكاله جيتي انت امام القضاء وتبتي ان الوكاله اللي تباع بها الملك ديالك مزوره، واش غيقولوا لك صافي ملي تبت ان الوكاله باش تباعت دارك ولا ارضك ولا البقعه ديالك ولا اي حاجه كتملكها تباعت بوكاله مزوره، اذا اخويا غنقلعوها لذاك السيد الاخر وردها لك؟ لا، دائما داك السيد حتى هو القانون تيحميه. تيقول اخويا داك السيد حتى هو شرا حسن النيه، ما مشاركش هو في هذا النص، ما زورش هو الوكاله، هو شرا من عند هذاك اللي زور ولكن هو ما عارفش. اذا الحل هاد الدرع اللي غنعطيك شنو هو الحل دابا؟ شنو هو في هاد الحالات؟ شنو خصني ندير؟ سواء لان حتى داك السيد اللي شرا بحسن النيه راه يقدر يتزرف، وانا نقول لكم كيفاش التغيير اللي كاين دابا. حتى ملي بغيت تشري تاكد شنو كتشري وتاكد الوراق اللي كتشري بهم، وتاكد اهم حاجه فين كدير هاد الوراق، وانا جايكم لهاد الشيء هذا. اذا اول حاجه هذاك مول الملك اللي تزورات الوراق ديالو وتباع لواحد اخر،
القانون مدونة الحقوق العينية المادة 2 كتقول له شوف عندك 4 سنين، إلا فات 4 سنين من مور هذا البيع اللي تم، هذاك السيد اللي شرا بحسن النية واخا الوراق مزورين ما بقاش عندك الحق كاع تمشي للمحكمة، لا تثبت تزوير ولا ما تثبت تزوير ولا تسترجع ديك الأرض ولا تسترجع الفلوس ولا حتى شي حاجة. إذا أنت حلوا ودنيكم مزيان، عندك شي ملك هنا في المغرب ولا نتوما ورث عندكم شي ملك مخلينه خاوي لان مازال ما مفاهمينش ولا مازال غتفاهموا من بعد ولا غتبيعوه ولا تفرقوا ولا شي حاجه، ولا انت عندك شي ارض ولا بقعه ولا دار في شي مدينه اخرى ما كتشوفهاش ما كتحضرش ليها ميك عليها مخليها، ولا اي عقار عندك في شي بلاصه وعندك الملكيه ديالو واخا تكون حداه كاع ولا ساكن فيه، خصك كل اقل من 4 سنين. وانا كنصحك كل عام ما غتخسر حتى شي حاجه 100 درهم كل عام نمشي لبوابه ديال المحافظه العقاريه نجبد الملكيه ديالي، شهاده الملكيه ديالي بحال هذه اللي كتشوفوا في الصوره. هاد الشهاده الملكيه غتشوف واش وقع شي تغيير في التيتر ديالك، وقع شي تغيير ودازت 4 سنين ما بقاش عندك الحق كاع تمشي تطالب بحقك في المحكمه. هذا الشيء في القانون. انت تسرقتي، تزورات الوراق بسميتك وتباعت الاملاك ديالك وتيقولوا لك الا وقع تغيير في الملكيه ديالك في المحافظه، الا دازت 4 سنين وما مشيتيش للمحكمه في هاد ال4 سنين هادو من مور داك التغيير ما بقاش عندك الحق. هادشي كاين في القانون، كيتقادم الحق ديالك، ما كيبقاش عندك الحق تمشي للمحكمه باش تطلب يا اما ترجع داك العقار ديالك الارض ولا بارتما ولا دار بالنسبه اللي كيشري هذاك الطرف الثالث اللي شرا بحسن النيه. هذاك حتى هو دابا التغيير اللي كاين جديد في القانون، ما تقولش انت انا شريت بحسن النيه اخويا هذاك مول الارض الحقيقي ولا مول العقار ولا الدار الحقيقي اللي هذاك خيي اللي بيع ليا زور الوكاله ولا زور الكونطرا ديال البيع وباع ليا يدبر راسو معاه، انا القانون تيحميني. حتى الا ما دازش كاع 4 سنين ومشى للمحكمه انا غنقول للمحكمه انا حطيت الفلوس، انا عند النوطير ها الشيك باش خلصت، ها النوطير هو اللي شد الفلوس ودوز لي العقد بسميتي ولا العدول ولا المحامي ولا اي بلاصه درتي فيها عقد، غنقول للمحكمه انا خلصت فلوسي. صافي دازت 4 سنين هذاك مول الملك ما بقاش عنده كاع الحق يمشي للمحكمه يدعيني، صافي ولا داك العقار دار ولا ارض ولا بارتما ولا ديالي واخا شريتها من عند واحد زور الاوراق. حتى انت كاين تغيير في القانون دابا ماده 4 من مدونة الحقوق العينية. شنو كتقول لك؟ كتقول لك شوف أي عقد ولا وعد بالبيع ولا وكالة غيدار بها البيع ضروري دار بعقد رسمي ولا عقد ثابت التاريخ. وانا نقول لكم شنو هو العقد الرسمي وشنو هو العقد ثابت التاريخ. عقد رسمي شنو هو؟ الا غتشري دابا انت من عند شي واحد وما دارش هذا عقد رسمي ولا ما جابش وكاله رسميه ولا وعد بالبيع رسمي راه الشراء ديالك ما دايش. ما تقولش انا حسن النيه، لان هنا القانون تيقول لك تكون عارف هذا الشيء، التغيير اللي وقع على الماده الرابعه من مدونه الحقوق العينيه. اذا خص هذه الوكاله اللي غتشري بها انت غيبيع لك بها هذا السيد هذا انها ديال شي عمو ولا خالو ولا شي واحد كيجي ولا شي صاحبو برا دار الوكاله باش يبيع هذيك الارض وانت غتشريها، خصها تكون مصايبه يا اما عند نوطير عقد رسمي يا اما عند عدول. هذا هو العقد الرسمي، هادو هما المهنيين اللي كيديروا عقد رسمي. اذا الا غتشري من عند شي واحد وجايب لك شي وكاله غير مكاليزيا ولا مصايبين بعضياتهم وسانين فيها ما تشريش بها. جايب لك شي واحد بالبيع مكاليزيين وصايبينو وكاتبينو عند كاتب عمومي وسانين فيه ما تشريش به. الوكاله ولا الوعد بالبيع ولا عقد البيع براسو اصلا ضروري يدار يا عند جوج مهنيين يا العدول يا النوطير ويكون عقد رسمي مسجل وكل شيء، يا اما ثابت التاريخ. شنو هو عقد ثابت التاريخ؟ هو اللي كيديروا محامي وماشي اي محامي، محامي مقبول في النقد. الخلاصه الا عندك شي ملك شي ارض شي بقعه شي دار في المغرب حاول تاكد في كل مده اقل من 4 سنين، ويا حبذا كل عام انت تتاكد غتخسر 100 درهم في العام حسن ما تخسر دار ولا ارض ولا بقعه ساويه الملايين. كل عام سير جبد الملكيه ديالك شوف ياك ما وقع عليها شي تغيير، ياك ما تكي عليها شي واحد من مافيا العقار. انت اللي غتشري دابا باش ما تكونش ضحيه ديال مافيا العقار، واخا انت حسن نيه غتشري بحسن نيه وغتعطي فلوسك ويكون هذاك مزور العقد ديال ديك الارض وما عندوش وكاله ديالها ولا ما عندوش الملكيه ديالها، تاكد ان الوكاله اللي غيبيع لك بها هذاك السيد ولا واعد بالبيع ولا حتى العقد النهائي ديرو عند نوطير ولا عند عدول يكون عقد رسمي ومسجل، ولا ديرو عند محامي ويكون عقد ثابت التاريخ وحتى هو مسجل. الله يعاونكم.